السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد. قبل ما أعمل أي حاجة برحب بعيلتي الجميلة وكل إخواتي والناس اللي بيحبوني وأنا بحبهم. وجودكم دايما على راسي مشرفين. أنا رشا ودي قناتي، قناة أكلاتي من مطبخي. النهاردة هنعمل معاكم طريقة جلاش رهيبة 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 زي الفطير الجاهز. بصوا عايزة أوريكم بس المنظر عامل إزاي، ما شاء الله، حاجة في منتهى الجمال. بصوا شايفين الشكل، حاجة جميلة 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 ومورق وجميل وبطريقة جميلة وحلو جدا جدا جدا. بصوا طريقة في منتهى الجمال. أهم حاجة تتبعوا معايا بالخطوات وهي سهلة جدا جدا جدا. أهم حاجة تشوفوا معايا بالخطوات ونعرفوا مع بعض. يلا بينا نبدأ مع بعض، يلا بينا. معايا اهو لفة جلاش دي نص كيلو اهو، جايباها عادي بلدي عادي اهي، شايفين؟ مش مهم بقى متكسره من اي حاجه، مش مهم. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنقطعها مع بعض عشوائي كده، طرنشات كده، شايفين؟ زي ما قلت لكم بايته معاكم عادي، مفيش اي مشاكل اهي. انا عايزه اقول لكم الوصفه دي تجنن، طعمها حرفيا رهيب. بس قطعت كميه الجلاش انا كلها اهي، شايفين اهو. هنبدا نفرفرها. بصوا انا اهو فرفرتها كلها، شايفين اهو. الوصفه سهله جدا جدا ومش هتاخد منك وقت، وفي نفس الوقت جميله وحلوه جدا اهي. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب بقى صينيه متوسطه، دي صينيه مقاس 26 اهو. هنبدا بقى نجيب بقى حبه كده، هنفرفرهم كده. هناخد نص الكميه اللي احنا عاملينها، نصها بالظبط اهو، شايفين؟ حطينا نص الكميه اهي. هنبدا بقى نجيب ايه؟ هنجيب صحن كده فاضي، هنحط ايه؟ هنجيب صحن وهنحط كوبايه لبن كده فيه اهو، شايفين؟ معايا بقى كوبايه الا ربع سمنه على زيت اهو، شايفين؟ انا بقى غيرت الصحن، جبت بوله اوسع عشان اعرف احط فيها. معايا بيضه اهو، هنحط معلقه بيكنج باودر اهو، شايفين؟ معايا نص معلقه صغيره فلفل اسمر، هنحط معلقه ومعلقتين تقريبا صغيرين كده بتوع شاي ملح. الملح ده انت حسب انت ما تحطي بقى. بنقلب بقى كل مقاديرنا دي مع بعض كويس جدا، كل يندمج في بعضه اهو. هنجيب بقى كده هنسقي تخلوا كل حته في الجلاش فيها التشريبه دي بتاعتها. هنحط برضو نص التشريبه اهي، شايفين اهي اهو، شايفين؟ معايا كده موتزاريلا. طبعا انت بتحشي زي ما انت عايزه، لحمه مفرومه، صدق، بسطرمه، اي حاجه. هنحط جبنه موتزاريلا كده، شايفين اهي؟ انا ببسطها لكم باقل حاجه اهي، شايفين؟ انا عايزاها كده تبقى بسيطه وحلوه وتبقى سهله تعملوها على طول. تنفع بقى اللي جوه اخر الليل، تنفع للعشاء، للغدا، الفطار، يعني سهله ما فيهاش اي حاجه. انا ببسط لكم. معايا بقى الزيتون اسود واخضر شرايح كده، بتحطي بقى كده اهو. طبعا الوصفه سهله وما فيهاش اي حاجه خالص. معايا بقى رشه زعتر كده، بتحطي كده على انا مش عايزه اقول لكم ان طعمها رهيب اهو، شايفين؟ انا ما عملتش اي حاجه، الموضوع سهل جدا. هنبدا بقى نعمل ايه؟ هنحط الجلاش بتاعنا كده اهو اهو، شايفين انا بعمل ايه؟ اظن الوصفه سهله جدا 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 وجميله، وفي نفس الوقت طعمها رهيب زي ما انتوا شفتوا كده، شكلها رهيب. وانا عايزه اقول لكم ريحتها كانت جايبه الاخر، ريحتها جميله اهو، شايفين؟ هنحط بقى ايه؟ باقي التشريبه بتاعتنا اهي،
على اساس ان ايه تشربي كله، تخليه متشرب من التشريبه بتاعتنا دي اهي. انا طبعا مولعه الفرن ومسخناه، انا مولعه الفرن ومسخناه، وهندخلها الفرن ده على درجه حراره 180. اول ما تحسي من الجوانب انها احمرت هدي وطفي وولعي الشوايه على طول اهي. شايفين؟ هنحطها في الفرن وهنشوفها معاكم. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده خطيره خطيره وشكلها هيجنن. بصوا عامله ازاي، جميله 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 جميله. بصوا اهي، هقطع لكم بقى حته ونشوفوها. بصوا انا هقطع لكم بقى حته اهي. انا عايزه اقول لكم الفطير طالع روعه. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، شكلها رهيب رهيب رهيب. انا عايزه اوريكم بس. بصوا عامله ازاي، شايفين الجمال ما شاء الله. الجبن مستويه والجلاش مورق وحاجه زي العسل. بصوا ما تخيلوش الريحه عامله ازاي، لكن تخيلوا ان الريحه في منتهى الجمال ما شاء الله. بص شكلها، وعايزاكم تسمعوا. سامعين؟ حاجه في منتهى الجمال، مقرمش من بره وطري من جوه يعني. بسم الله ما شاء الله. يا رب بقى الحلقه بتاعتي النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش باللايك والاشتراك ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على خير. باي باي.